je vais le plan en fonction de la saison. Donc il y a d'autres idées, mais si vous pouvez nous proposer d'autres idées pour améliorer le revenu des ménages. Et la même chose, je voudrais pour le point de vente de la viande également à partir de maintenant, la viande rouge qui vient de l'Autriche, il y a un point de vente Alvia peut le vendre. Donc les gens, quand ils auront l'information, on va exciter toutes les professions à venir et les gens sauront où est-ce qu'il est. نهار مبارك لأن وزير الفلاحة كان يعني عطانا من وقته واستقبلنا. على كل حال المنظمة تاعنا السيبا اليوم نظمت لقاء مع جمعية من جمعية اللي راهم المربيين تاع الأنعام، ورحنا يعني مادام هذا الشعب المنسية في الجزائر يعني حبينا نعاودوا نحيوها بناسها اللي بداو نطالقوا فيها عندها مدة سنين، وكانت يعني خبرة تاعهم خبرة يعني على كل حال جيدة، ولكن خبرة انديفيديوال يعني كانت فرعية. اليوم حبينا هذه الجمعية يعني تكون يعني باز لوجيستيك باش تنطلق للاجيال اللي راهم جايين ربما ينطلقوا في هذه المشاريع تاع الانعام. يعني يجيب بزاف الخير، هو سهل التربيه وما يتحملش يعني باش يكون عنده يعني امراض كما الامراض تاع اليوم تاع اللي رانا نشوفوهم تاع الدواجن. على كل حال وما يسحقش يعني مساحات كبرى، وما يحتاجش يعني حتى العلف تاعو يكون يعني مكون بحوايج اللي يعني واعرين. الدكتورة هدى سميرة الجعفري خبيرة مستشارة بكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين. كان عندنا اليوم لقاء مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الدكتور محمد عبد الحفيظ هني. يعني كان لقاء مثمرا، كان الحضور رئيس الكونفدرالية السيد عبد الوهاب زياني، الدكتورة هدى سميرة الجعفري، وكذلك كانت الجمعية الوطنية لمهني ومربي النعام، بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين اللي حابين يديروا يعني تربية النعام ويجسدوها في الجزائر. تربية النعام كله فائدة. النعام هو لحوم حمراء، الفائدة في اللحوم الحمراء تاعو، كذلك في البيض تاعو، في الدهون تاعو، في الريش ديالو. عين النعام هي عين تشابه يعني العيون الإنسانية. Dr Dissy Jamal-Din, vétérinaire de formation et actuellement producteur national de médicaments vétérinaires à النبا. اليوم حضرنا كنستقبل سيادة الوزير الفلاحة في مقر الوزارة وعلى جال تربية النعام، وأنا كمتعامل اقتصادي صاحب مصنع أردنا مرافقة هذه جمعية المربين النعام نعاونهم في مجال نتاعنا هو مجال الأدوية. بما أنه لا توجد أدوية مخصصة للنعام، احنا راح نقترحوا على كل حال المربين هذوما راح في المزرعة تاعي على كل حال نديروا تجارب علمية على النعام بوافقة الوزارة، وكان على كل حال وهذا مع تعاون مع الطبيبة البيطرية الدكتورة هدى جعفري مستشارة السيبا. السلام عليكم، بوكر عمار مربي نعام من ولاية سطيف. استقبلنا وزير الفلاحة بخصوص تربية النعام في الجزائر، وإن شاء الله بداية تكون موفقة إن شاء الله للمربين تاع النعام في الجزائر. من ناصر محمد الهادي، مستثمر في مجال تربية النعام من ولاية واتسوف. اللقاء اليوم مع الوزير الفلاحة كان لقاء مثمر، تطرقنا لعدة أمور العراقيل لتعيق هذه الشعبة. عندنا استجابة من وزير الفلاحة، أولها أنها راح تكون عندنا بطاقة خاصة بمربي النعام. قادة القاوي من ولاية يارت مربي نعام. اليوم كان عندنا لقاء مع وزير الفلاحة، وكانت مرافقتنا كونفدرالية والخبيرة المستشارة الدكتورة البيطرية هدى جعفري. كان لقاء مثمر. الانشغال الخاص بأني دفعت رخصة حفر البئر حتى الآن ما كان حتى نتيجة إيجابية، وطرحت الانشغال تاعي للوزير، وعدني إن شاء الله أنه تكون نتيجة.